السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا ومتابعينا في كل مكان، جمعة مباركة. اليوم أنا بعطيكم قصة ظريفة، قصة زعيط ومعيط. هذا زعيط ومعيط أخوان، ودائما نحس ما يحصلوش عمل، وعاله على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى وطنهم وعلى شعبهم، وكل ما راحوا مكان بيشتغلوا ما اشتغلوا شيء. رجع معيط يقول له زعيط، قال له يا زعيط خوي، رعنا شكلنا يوم احنا مع بعض ما حصلنا شي عمل. قال له ايش الحل؟ قال معيط، قال له شوف يا زعيط، بنفترق وكل واحد يطلب الله. المهم افترقوا، وزعيط راح من ارض لارض من ارض لارض يدور عمل، ومعيط اتوفق في منطقة فيها ملك، وهو ضخم هذا معيط، وقالوا له ما تمسك حراسة مع الملك في القصر. وكان سمين هذا وقثة هذا معيط، لأنه كان يأكل ذره وهو صغير، كان عامد ذره وعامد، وبعض الأحيان يقفز على زريبة يشيل لك كابش ولا كذا، ولا يسرق دقاقة ولا، كان ما شاء الله سمين هذا معيط، أرتهم ذره. المهم اشتغل في القصر، وقالوا له أنت بتكون قائد الحراسة لأنك ضخم. وقع قائد الحراسة، وبعدين قربوه من الملك، والملك بعدين قال له ايش رايك يا معيط، انا رعني معي لك بنت ما شاء الله هي معيقتها كبيره، بزوجك اياها مشان لا شي السوا فيها حاجه ولا شي، تحافظ على الملك وعلى الوطن. قال له معيط والله راح حاجه من الله تدري، هاليوم خارجنا. المهم تزوج بنت الملك، فتره بسيطه لو الملك مات. رجع معيط قال لها عند زوجته بنت الملك الوحيده، قال لها رعينا بنركز بوش في كرسي هذا، بنطرحش وبنركز بوش في السماء، خلاص من اليوم وصعد رعيش الملكه. قالت له والله يا معيط انا رعني ما ناشي حق ركزه، اكذب عليك لا ايه، ما ناشي حق ركزه لله. اسمع، ارتكز انت فوق كرسي. مسك معيط الحكم وارتاحت زوجته. زعيط ما حصل شي عمل، ويدور بعدين قالوا له قد خوك معيط ملك. قال ايش تقولوا كيف ملك معيط دي ما كانش يحصل كسره قني لغضبها حياه. قال والله راه ملك، ما صدق شيء زعيط. راح لما المنطقه دي هو فيها ودخل على اخوه وتحضن اخوه وبكى زعيط. قال له معيط مالك تبكي، سهل بان اعطيك منصب كبير ولا يهمك. معيط يقول له زعيط، قال له زعيط ما في، زاد في البكاء زعيط. قال له مالك تبكي، قال لا يبكي زعيط. قال له مالك معيط، تبع وزير بان اعطيك وزير. بكى زايد زعيط، بكى يصيح يفلي، بالبدوي يفلي يعني صوته ومعلى. قال له خلاص بان اعطيك رئيس الوزراء، لا عاد تبكي ولا شيء يا زعيط. الا زعيط اعطاه هذا الصوت، زاد البكاء حقه. قال له معيط مالك زعيط، مالك تبكي؟ قال له والله يبكي على هذا الشعب اللي اصبح يحكمهم معيط وزعيط. المهم حنبنا مع زعيط ومعيط، لكن الامل بالله موجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.